تعديد على حدود المنطقة، فرصة للتصويب من عمر جابر، تصويبة تصطدم في كوفي، لسه داخل منطقة الجزاء وكالمعتاد مسلسل الخروج الخاطئ من مهدي سليمان، عرضية داخل المنطقة تمر من الجميع، فرصة لنادي الزمالك، جول جول جول، هدف أول جول، والخروج كان خاطئ من مهدي والعرضية اتلعبت وسيسيه في الوقت المناسب. البوركيني يتفوق في اللقطة الماضية في الدقيقة الأولى، ضربة ركنية لنادي الزمالك على القايم القريب، تشتيت من شريف، ترتد وتعود، تصويبة حلوة، تسلل موجود، تسلل غير موجود، وهدف ثاني لنادي الزمالك. الهدف الثاني لنادي الزمالك يحرزه على طول أحمد جعفر لاعب قلب الهجوم. مش قلت لكم الزمالك قريب من هدف ثاني؟ يعني اخلص من الكرة بسرعة حازم إمام، يا سلام على المهارة، يا سلام على التمريرة، خطورة موجودة، جعفر لهدف ثالث، جول جول جول، هدف ثالث وجول. يا سلام يا جعفر على الاسيست، يا سلام يا جعفر على المساعدة، ويا سلام يا أحمد يا عيد عبد الملك. الدقيقة 38 من الشوط الثاني.